السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي ما تنسوش تدعوا لماما سعيدة وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا حبايب قلبي النهاردة بقى اول يوم مدرسة كده، الترم التاني، فانا طبعا ده اول يوم مدرسة اروح من غير ماما ما تكون موجودة. فربنا يرحمها برحمته الواسعة ويوسع قبرها ويملى امرها ويفرش لها فراش من فراش الحرير كده يا رب، واشوفها في الفردوس كده النعيم. وطبعا حبايب قلبي ادعوا لها، ما تنسوش برضو تدعوا لها في اوقاتكم في صلاتكم، وما تقرأوا قرآن ادعوا لها في كل وقت انتوا فيه ان ربنا يرحمها برحمته الواسعة. وطبعا الوقت الساعة يجي 6 كده ونص، وطبعا قلت انا بقى اقوم اعمل سندوتشات لبلبل. وطبعا بلبل مامتها بتسرح لها شعرها وهي لبست، انا وهي لبسنا في نفس الوقت. وطبعا بقى حبايب قلبي كده بقى وانا بعمل سندوتشات ليا والبلبل، طبعا كده كنا زمان بقول لكم كنا جهزنا. وطبعا لبست انا صاحيه من الساعه 4 طبعا، عشان كنت فرحانه ان انا رايحه المدرسه. صاحيه من الساعه 4، فكل شويه اصحى واقول لبلبل ايه، قومي يا هاجر نروح المدرسه. تقول لي لا انا ما بروحش الوقت، انا بروح الساعه 6. اقول لها ماشي. في اخر ما زيت الساعه كانت 5:30، فقلت لها قومي يا هاجر، قالت لي مش هروح الوقت. قلت لها براحتك. فما تلاقيتني قايمه بلبس في اول لبس كده، قامت قايمه تلبس معايا. طبعا بقى حبايب قلبي كده بقى ايه، جبنه رومي ومربى، فبقى هعمل سندوتش مربى وجبنه رومي. فهاجر قالت لي انا عايزه سندوتشين جبنه، فعملت لها. طبعا ملناش بركه الا هجور حبيبتنا، الدلوعه بتاعتنا اصغر واحده في العيله، هي ومودي وعدي وملوكة، حبايب قلبي كلهم بموت فيه. نفسي مالك يجي اوي، نفسي اشوف. طبعا بقى حبايب قلبي برضو ما تنسوش تدعوا لماما بالرحمة والمغفرة واجر كده. وطبعا برضو ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. ما كانتش مبلولة قوي يعني اللانش بوكس، بس كانت فيها نقطتين ميه كده، فقلت انزلهم يعني ايه، مش محتاجة حاجة. وطبعا كده عملت سندوتش مربى، لسه عامل سندوتش جبنة. طبعا بقى كده بقى معايا مقص، بقص كده السندوتشات، بقص الفورمة كده عشان احط فيها ايه الحاجة. وطبعا بقى حبايب قلبي كده بلبل جت، المعلمة بلبل الدكتورة بلبل جت كده، فبتعمل لكم باي. طبعا هي كانت جهزت ولبست ولابسة الكوتشاية الجديدة، وكانت فرحانة بالكوتشاية. فطبعا كده عملت لها سندوتش جبنة. وطبعا هقفل على اللانش بوكس بقى. ما تنسوش تدعولنا انا وهاجر بقى ان ربنا يوفقنا كده، وربنا يخليكم لينا يا رب. ما تنسوش تروحوا عند هايدي وتقولوا تشجعوها كده يا جماعة، عشان يا هايدي محتاجة اللي يشجعها زي ماما سعيدة ما كانت بتشجعها. وطبعا بقى كده كنت بقص معاكم السندوتشات ليا بقى. انا ما اخدتش السندوتشات يا جماعه، فانا طبعي ان انا ما باخدش سندوتشات، عشان يعني ما باخدهاش كده من اولى ابتدائي، ما باخدش السندوتشات. فده سندوتش البلبل عشان قالت لي اعمل لي سندوتش جبنه كمان، فانا قفلت السندوتش ده. وطبعا يا جماعه ده اللبس بتاعي بقى بتاع المدرسه اهو، وده الكوتش بتاعي. انا وهي جايبين في نفس الوقت امبارح بالليل. وده الكوتش بتاعي. طبعا عادي جابت واحد، فانا قلت لها عايزه واحد ابيض، فروحت رجعته وجبت ده على ذوق. طبعا ذوقي حلو. وطبعا يا جماعه كده بقى اللبس كله والشنطه بتاعتي وفيها قلبصي في الساندوتش. وطبعا بقى كده اروح المدرسه. وطبعا ايه، عايزاكم تقولوا رايكم في الطقم بتاعي. وانا برضه الشنطه بتاعتي.
وطبعا بقى نقول لهم ايه، مع السلامة مع السلامة. وطبعا بقى حبايب قلبي كده احمد نزل اخيرا، سقف له. طبعا كده احمد نزل بقى عشان ياخدني. طبعا قال لي هات الخوذه وانت جايه، فجبت له الخوذه برضو. كان بيطلع الموتوسيكل كده. وطبعا بقى كده بصور وانا رايحه كده، وطبعا ما خدتش التليفون معايا. انا خدته صورت اللقطتين ان انا كنت رايحه مع احمد وكده. وبعدين اديت التليفون لاحمد، قلت له خده. طبعا احنا كنا ماشيين كده بقى. ما تنسوش برضو تدعولي ربنا يوفقني في حياتي ويطلعني الدكتورة زي ما ماما كانت عايزة. وبرضو هاجر كده ربنا ينجحها لمامتها يا رب، عشان مامتها نفسها تبقى دكتورة وتشوفها في اعلى كده المراتب كده، تبقى ايه لما تكون التاسعة او الثامنة او العشرة تكون الاول. طبعا بقى كده بعد ما جيت من المدرسة، كده وجبت الامل كلبز شيتوس من اللي ماما بتحبه. قالت لي روحي جيبي من اللي ماما كانت بتحبه، شيتوس واندومي. وطبعا كده بارد معاكم الاندومي، طبعا شيتوس واندومي وشوكولاتات كده وبسكوتين. وطبعا كده بارد الاندومي معاكم. دي طريقة الاندومي يا جماعة، خدوها مني. وطبعا كده هريت الاندومي ده وده. طبعا كده بعد ما الغالي اتطبخ بس كان شفط ميته، كان شربها خالص، كان عطشان. وطبعا بقى كده عملت 3 كوبايات شاي. عملت كوباية لايد وكوباية الامل وكوباية لطنط اسماء. طبعا من كتر حلاوة كوبايتي طنط اسماء ما قدرتش تشربها. قالت كده لا ده هي حلوة وهسيبها في برواز، مش قولت طنط اسماء. طبعا كده بابا كان جاه وجاب الجبنة والعيش والحلاوة الطحينية، وكنت عاملة بيضة الامل بس ما كلتهاش كلها. مش عارفة ليه بعمل لها البيض وبعمل لها كل حاجة ما بتاكلهاش كلها الا الاندومي، بتقوم اخر واحدة من على الصينية. وطبعا بقى كده انا قاعدة انا وهايدي وبابا. طبعا بابا جاه يقعد بقى عشان ايه ياكل كده. ما تنسوش بقى الدعاء لماما سعيدة برحمته الواسعة، عشان احبكم كده في الله. انا بحبكم بس احبكم اكتر واكتر في الله. طبعا بقى كده بابا كان جايب الشاي لطنط اسماء، فهاي قالت له هايدي خدي ده باين اللي مسكر. فطبعا كده جاب لهم الشاي كله. وبقى بابا قال ما ده شاي طنط اسماء قال حلو، لكن طنط اسماء دقيته قالت لا سيبيه كده يتحط في برواز. ما تحرمش من طنط اسماء ابدا، ولا من ماما فادية، ولا من عمو جمال، ولا من احمد، ولا من كلهم، ما تحرمش منهم كلهم. وطبعا كده بقى بدأنا ان احنا ناكل، نهجم على الاندومي هجمة غير طبيعية يا جماعة، ما تقولش لحمة قدامنا. وطبعا بقى الحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل شيء. وطبعا كده بقى حبايب قلبي كنا بناكل معاكم كده، وطنط اسماء كنا قاعدين نضحك انا وهي وضحكهم. كده بقى حبايب قلبي بتكلم، شوف انا باكل ازاي. عند الاندومي ما فيش حاجه اسمها ايه بالراحه. باكل كده ما بشوفش انا باكل ازاي. وهايدي كنت عامله لها سندوتش بيض مسلوق عشان ما كانتش كلت، فكلت السندوتش الاول وبعدين كلت الاندومي معانا. طبعا ماما سعيدة الله يرحمها كانت لما تاكل الاندومي كنت انا افضل اكل انا واخواتي، ناكل اندومي. لما بقى ايه لما يفيد حبة كده تقول لنا ما تقولش حياته لا، ما يفيد حبة احنا عارفين بنعمل في ايه، بنعمل في ماما ايه كل شوية عشان تاكل. لما تفيد حبة كده نقول ايه، نقول كل يا امل كل هيدي تقول لا، كل يا هر ما يصدق انا اقول لا.
فنسيبهم، فاقول لها خلي يا ماما، تقول لي حياتي، فتاكله. كانت بتعشق شوربة الاندوم، ربنا يرحمها برحمة الواسعة، حبة قلبي، مشت وسابت كل الذكريات الحلوة وكل الحاجة الحلوة اللي من ريحتها. وطبعا بقى يا جماعة ماما بقى ما تنسوش بقى كده تفتكروا الماما الذكريات الجميلة والحلوة كده اللي هي عاشتها معاكم، وكانت بتحبكم قوي قوي، اقسم بالله يا جماعة كانت بتعشقكم كده. كانت بتقول انا بحبكم عشان بتدعولي وبتخلونا ادعيلكم. كنت تقولها ادعي لنا يا ماما سعيدة بالذرية الصالحة، كانت تدعي لكم بالذرية الصالحة، وبتدعي لهايدي معاكم وامل معاكم. ربنا يرحمها برحمة الواسعة يا رب. وطبعا حبايب قلبي بقى ايه، انا هبطت من الكلام. طبعا كده بقى قربنا على نهاية الفيديو. ما تنسوش برضو في نهاية الفيديو اوله تدعوا لماما سعيدة بالرحمة والمغفرة كده وأجر كريم. طبعا كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.